بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله مع بعض النهارده هنتعلم شغل التبستري كروشيه. بنات كتير بعتولي وقالوا لي ان هم عايزين يتعلموا الشغل ده، وانا وعدتهم ان احنا هنعمل فيديوهات علشان نتعلم فيها التبستري كروشيه. بالنسبه للفيديو بتاع النهارده هنعرف منه ايه الخامات اللي مطلوبه مننا وازاي نبتدي نفكر نشتغل في التبستري. بالنسبه للخامات التبستري ممكن نشتغله بالخيوط الصوف وممكن بالخيوط القطن. الخيوط القطن عندنا زي خيط الكوتون جولد وعندي خيط الديفا. النوعين دول مناسبين ان احنا نشتغل بيهم حاجه تبستري. طبعا وانتي بتشتري الخيط تراعي الالوان تبقى متناسقه مع بعض، وتراعي ان انتي تشتري نوع واحد بس تعملي بيه القطعه بتاعتك. ما ينفعش تجيبي اكتر من نوع تشتغليها في قطعه واحده، طبعا علشان سماكه الخيط بتختلف. بالنسبه للابره بتشتري او بتكون عندك ابره مناسبه للخيط اللي بتشتريه. طبعا لازم يبقى معاكي المقص ولازم يبقى معاكي الماركر بتاع الغرز. بالنسبه للغرزه اللي هنشتغلها مع بعض هي غرزه الحشو. انسب غرزه في التبستري غرزه الحشو. غرزه الحشو هي افضل علشان طبعا انتوا عارفين انها بتبقى غرزه ضيقه وما فيهاش فراغات. ده بيدي طبعا الشغل متانه وسماكه. بالنسبه لطريقه الشغل احنا بنشتغل بالطريقه الحلزونيه، يعني ما بنقفلش كل سطر بالمنزلقه زي شغل الكروشيه العادي. طبعا عشان قفل كل سطر بمنزلقه هنلاحظ وجود خط باين بتاع قفل السطر، ده بيبقى شكله مش حلو في الاخر يعني. عشان كده احنا بنستعمل الماركر بتاع الغرز علشان نعلم اول غرزه في بدايه كل سطر. طيب احنا دلوقتي علشان نبتدي نشتغل تبستري هندور على باترونات، طبعا باترونات وشبه باترونات الإيتامين. هندور على باترونات وانا هنزل لكم على الجروب ان شاء الله مجموعه من الباترونات علشان ممكن تختاروا منها. النهارده جبت لكم معايا هو باترون انا رسمه لكم علشان اوضح لكم عليه الطريقه في الشغل. ده باترون بسيط. اول ما بيعجبك شكل باترون بتبتدي تعدي المربعات بتاعته. هنا المربعات دي طلعوا لي 15 مربع، كل مربع بيمثل لي غرزة حشو، يعني انا عندي هنا 15 غرزة حشو. باين في الباترون ان انا هستعمل لونين، لون اساسي ولون متحرك معايا. باين في الباترون ان انا هزود وهثبت غرز وهبتدي انقص. اهم حاجة ان احنا نبقى عارفين هو بدايته كام غرزة. احنا عندنا 15 علشان احنا لما نيجي مثلا هنشتغل الموتيفة دي على شنطة لازم هتكرريها. لما تيجي تكرريها يبقى لازم هتشتغلي على مضاعفات العدد 15، يعني تعملي قاعدة سواء كانت القاعدة مدورة او بيضاوية او مستطيلة، لازم اخر سطر في القاعدة بتاعتك يكون من مضاعفات العدد 15 عشان تنفذي الشكل ده. طبعا ان شاء الله من الفيديو التاني احنا هنبتدي نشتغل مع بعض حاجة خفيفة هعرفكم فيها ازاي تدخلوا الالوان وازاي تشتغلوا اللونين مع بعض في التبستري. ان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.